مساء الخير مشاهدينا، اهلا بحضراتكم ولقاء جديد. هنتكلم عن التطوير الحادث داخل وزاره الداخليه. في الحقيقه كل يوم بنشوف تطوير في كافه المنشآت والمقرات الشرطيه، وده من اجل تقديم الخدمه الشرطيه المتميزه للمواطنين. في الحقيقه التطوير يشمل منشآت، اجهزه، يشمل عنصر بشري. كل ده هنتكلم فيه من خلال لقاء مع السيد اللواء مجدي سعد، مدير إدارة الإعلام والعلاقات وحقوق الإنسان بمديرية أمن الغربية سابقا والخبير. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك. أهلا وسهلا. خليني أتكلم مع حضرتك على التطوير داخل وزارة الداخلية. فالتطوير يشمل الكثير من المحاور. نبدأ نتكلم على المقرات الشرطية والمنشآت الشرطية على مستوى الجمهورية. الحقيقة بعد ثورة 30 من يونيو في 2013 كان هناك تطوير في جميع المجالات، ومنها المنشآت الشرطية. جميع المنشآت الشرطية تم تطويرها بشكل يواكب الحداثة ويواكب العلم الحديث، بقت على أعلى مستوى لتلقي خدمات المواطنين داخل هذه المقرات، سواء كانت مقرات أمنية أو مقرات خدمية. والتطوير أيضا لم يشمل المنشآت فقط، ولكن شمل أيضا العنصر البشري من خلال دورات تدريبية تؤهله للتعامل مع المواطنين وتقديم الخدمات اللازمة، الخدمات الأمنية اللازمة. يعني احنا لما بنيجي بنتكلم على المقرات الشرطية، أقسام الشرطة، المنشآت الشرطية اللي بتقدم خدمات بشكل مستمر للمواطن، حتى التطوير في الشكل وفي الهيكل. يعني نجد أن أيضا تطوير بما يتناسب مع المحافظات. يعني أقسام الشرطة في الأقصر وأسوان معمولة بالشكل الحضاري الأثري الذي يتناسب مع الشكل الحضاري، فبنجد أن كل محافظة تم تطوير أقسامها ومنشآتها الشرطية على حسب طابعها الحضاري الخاص. بالفعل تم تطوير المنشآت الشرطية في جميع المحافظات بما يتناسب مع الطابع الحضاري لكل محافظة. وحضرتك ضربت مثال بمحافظات الصعيد اللي فيها مناطق سياحية فيها الأقسام المقرات الشرطية تم تحديثها بما يتناسب مع هذا الأمر. وده طبعا بيؤدي إلى رفع كفاءتها، وفي نفس الوقت طبعا بيكون لها الأثر الإيجابي على المواطنين المترددين على المقرات الشرطية. بالتأكيد ده كلام حضرتك مظبوط، في مردود إيجابي كبير جدا بيكون على المواطنين بكيفية تعاملهم مع جهاز الشرطة في الوقت الحالي، أصبح أكثر إيجابية من ذي قبل. السيادة اللواء مجدي سعد، أيضا التطوير شمل العنصر البشري من خلال التدريبات المستمرة، سواء كان لضباط الشرطة أو الأفراد أو حتى الموظف المدني. مدى أهمية التطوير داخل المنشآت الشرطية للعنصر البشري حتى يقدموا خدمة شرطية متميزة للمواطنين؟ طبعا العنصر البشري بيشمل السادة الضباط والأفراد والموظفين المدنيين، تم تلقيهم دورات تدريبية مؤهلة لهم في كيفية التعامل مع المواطن وتقديم الخدمات الأمنية له بمنتهى اليسر والسهولة. تكاملت جهود وزارة الداخلية مع الجهود التي تبذلها الدولة في البناء والتنمية على مستوى الجمهورية، فتطورت المنشآت الشرطية على الصعيد الإنشائي والمعماري لتواكب النهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها البلاد. وشهدت الخدمات الأمنية والجماهيرية التي تقدمها وزارة الداخلية تطورا كبيرا مع التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقدم بشكل حضاري وميسر يلبي تطلعات المواطنين في الجمهورية الجديدة، مراعية في ذلك حقوق الإنسان.
وكان العنصر البشري على رأس منظومة التطوير لرفع قدراته لأداء المهام الأمنية والخدمية بصورة احترافية. امتدت يد التطوير إلى السجون، حيث تم هدم السجون التقليدية التي تقادمت بنيتها وأدواتها، وأنشئت مراكز الإصلاح والتأهيل كبديل لها، وهو ما جاء تتويجا لجهود الدولة المصرية في إحداث نقلة نوعية في المنظومة العقابية، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية. طيب، هننتقل للخدمات الأمنية الأخرى لأبنائنا العاملين بالخارج، وهناك تطوير مستمر لتقديم الخدمة لأبنائنا بالخارج. طبعا ده بيتم من خلال قسم تصريح العمل، إدارة تصريح العمل، أحد الإدارات بوزارة الداخلية. تم تطوير مقرات تصريح العمل عددها 47 مقر، بالإضافة للمقر الرئيسي في مجمع الأمني بالقاهرة الجديدة. وتم استحداث خدمات أو تطوير الخدمات الخاصة باستخراج تصريح العمل، وعن طريق خاصية الكيو ار كود، ان التصريح بيتم ارساله لطالب الخدمه من خلال اجهزه التليفون المحمول. وطبعا الوسيله دي بقت اكثر سهوله ويسر، وسهلت الحصول المواطن على خدمته او طلب التصريح على خدمته، وان هو مجرد ان هو بيستخرج التصريح على الهاتف المحمول الخاص به، بيتم اختار كل المنافذ اثناء خروجه من خارج البلاد. بيتم اختار كافه المنافذ بالتصريح الخاص به. شهدت آليات استخراج تصاريح العمل بوزارة الداخلية تطورا كبيرا وتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، فبالإضافة إلى إتاحة تجديد تصاريح العمل عبر موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، استحدثت الوزارة خدمة جديدة للمصريين العاملين بالخارج لأول مرة، وهي استخراج تصاريح العمل لهم عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، حيث بدأت الخدمة للعاملين ب12 دولة كمرحلة أولى، وتم التوسع فيها حاليا لتشمل المصريين العاملين بكل الدول من خلال خطوات ميسرة محددة، مع إرسال التصريح لطالبه على العنوان المحدد عبر البريد المصري. أو إرساله لطالب الخدمة على هاتفه المحمول من خلال خاصية QR كود، وبما يحافظ على حقوق المصريين العاملين بالخارج. بقت كل حاجة عن طريق الويب سايت، فما بقتش محتاجة المجهود ان الواحد ينزل ووقت يضيع، لا وانت قاعد مرتاح خالص، يعني تخلص وتيجي لحد عندك يعني. وقد أتاحت الوزارة استلام تصاريح العمل بنظام QR كود، وهي استلام التصاريح على الهواتف المحمولة دون الحاجة للتوجه لمقر الإدارة العامة لتصاريح العمل أو فروعها الجغرافية لاستلامه، سواء كان التقديم في الإدارة أو على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وهو ما يوفر على طالب الخدمة عناء الانتقال أو حمل تصاريح ورقية، وبما يتسق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي. كارت معايا على التليفون او ممكن اطبعه اخرج بيه اتحرك بيه، احسن من اني اجي وارجع اطلع التصريح نفسه معايا وكده، بقى الموضوع بيبقى اسهل يعني. عند توجه المواطن لمنافذ السفر لمغادرة البلاد، يمكنه ابراز تصريح العمل المرسل اليه عبر خاصية QR كود. في الوقت ذاته يكون قد تم اختار كافة منافذ السفر المصرية بالتصريح. بيجي لي QR كود برجع بيه وانا داخل الجوازات، مجرد بس بيبص على QR كود الموضوع خلاص. فالموضوع ما بيبقاش محتاج ان انا اروح مشوار عشان اقدم ورق وبعد كده ارجع تاني اروح عشان استلم. ، 47 وحدة لتصاريح العمل على مستوى الجمهورية، ومقر الإدارة بالمجمع الأمني بالقاهرة الجديدة تقدم خدمة استخراج تصاريح العمل بشكل حضاري وميسر، إضافة إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الإنترنت. احنا بالظبط دخلنا يعني الجولف كار اللي أخدتنا من بره وصلنا لهنا، دخلنا التعليمات واضحة، ادخلوا شباك كذا، اعملوا كذا، الرسالة هتجيلكوا كذا، كانت الأمور كلها واضحة تماما صراحة، ويعني هي حاجة تسعدنا. أنا مبسوطة جدا إن جيت هنا وما خدتش 3 دقايق
وكنت مخلصة كل حاجة. هذا التطوير الشامل الذي تشهده تصاريح العمل يؤكد على نهج وزارة الداخلية المتواصل في التطوير والتحديث لتلبية تطلعات المواطنين في خدمة أمنية متطورة في الجمهورية الجديدة. يعني مشاهدينا، لو تحدثنا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، تطوير المقرات الشرطية، رفع كفاءة المنشآت الشرطية القائمة، وبناء مقرات شرطية جديدة ذات نسق حضاري موحد. أيضا على سبيل المثال مديريات الأمن، الأقسام، المراكز، مقرات إدارة النجدة، مقرات إدارة الحماية المدنية، مقرات الجوازات والهجرة، مقرات إدارة المرور، هدم السجون القديمة واستبدالها بمراكز إصلاح وتأهيل خارج الحيز العمراني وذات طاقة استيعابية كبيرة. أيضا بنستعرض مع حضراتكم أيضا تطوير العنصر البشري، وذلك من خلال الفرق التدريبية المختلفة والتي تثقل أداء رجل الشرطة والقيام بمهام الأمنية بكفاءة وقدرة واقتدار، وأيضا الاهتمام بتدريس مواد حقوق الإنسان لطلبة كلية الشرطة، وأيضا العاملين من ضباط وأفراد وموظفين مدنيين في هذا المجال. عايز انتقل مع حضرتك سيادة اللواء مجدي سعد، نتكلم على تطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين. احنا دلوقتي بنقول في داخل الإدارات والمصالح المختلفة، على سبيل المثال يعني في تطوير أيضا إلكتروني إلى جانب التطويرات الحديثة المستمرة. طبعا احنا بناخد هنا إدارة المرور وكيفية التطوير اللي تم فيها بمناسبة شبكة الطرق والكباري اللي أنشأتها الدولة، لأن لابد أن يواكبها شبكة من الرادارات والكاميرات المراقبة للحد من السرعة والحفاظ على الأرواح والممتلكات. وبالفعل تم الحد كثيرا من الحوادث اللي كانت بتحدث من ذي قبل، وارتفع ترتيب مصر من حيث شبكة طرق لمرتبة متقدمة الحمد لله في الوقت الحالي. طبعا هذا الأمر واجبه استحداث وحدات ترخيص بقت متواجدة في الأماكن العامة وفي الميادين وفي أيضا داخل النوادي، أيضا داخل النوادي بيسهل كتير، داخل النوادي داخل النوادي والميادين والأماكن العامة، وحتى بتنتقل لمقرات المواطنين إذا استدعى الأمر. هذا الأمر أيضا بيواجبه ارتكازات مرورية على المحاور الرئيسية لسحب الكثافات المرورية، وكذلك لسحب الأعطال والحوادث التي تحدث في هذه الأماكن. كل ده بيواجبه أيضا تنمية الوعي المروري لدى المواطن من خلال توزيع مطويات تتضمن إرشادات وتعليمات مرورية على قائدي السيارات لتنمية الوعي المروري لديهم. كذلك تنمية الوعي المروري لدى النشء من خلال زيارات بتتم للمدارس، والمدينة المرورية بتنتقل إليهم لتنمية الوعي المروري لدى النشء من البداية. المنظومة المرورية الإلكترونية الحديثة تزامن معها قيام وزارة الداخلية بتطوير وحدات التراخيص لتصبح أكثر اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدماتها، حيث قامت بتطوير منظومة الفحص الإلكتروني الفني للسيارات والتوسع فيها، وهو ما يوفر الفحص الدقيق للسيارات ويؤكد على التزام المركبة بمعايير الأمن والسلامة، وحرصا من الوزارة على تقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين. قامت باستحداث وحدات تراخيص إلكترونية بمراكز التسوق، كما جهزت وحدات مرورية متنقلة لتقديم خدمات ترخيصية للمواطنين بالميادين العامة وأماكن إقامتهم، وكلها بهدف الارتقاء بالخدمات المرورية والترخيصية لتواكب التحول الرقمي الذي تشهده البلاد. هذه المنظومة المرورية الإلكترونية يتواكب معها قيام وزارة الداخلية بنشر الخدمات والارتكازات المرورية على كافة الطرق، ووضع سيارات الإغاثة المرورية على المحاور والطرق الرئيسية، والتي تعمل على سحب التكدسات والتعامل مع أعطال السيارات بشكل سريع.
تمتد جهود وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط المروري على الطرق إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بقواعد وقوانين المرور كثقافة يجب أن تنتشر بين قائدي المركبات، فيتم توزيع مطويات بصفة دورية تحتوي إرشادات مرورية على قائدي المركبات بالمحاور والطرق للتوعية بأهمية الالتزام بتعليمات رجال المرور والفحص الدوري للسيارات بهدف التأكد من عوامل الأمان للحد من الحوادث، إلى جانب بث مواد إعلامية مرئية ومسموعة ومقروءة حول الحالة المرورية والإرشادات الواجب على قائدي المركبات اتباعها، بخاصة مع المتغيرات الجوية كالشبورة والأمطار، وكذا أماكن الأعمال الإنشائية والتحويلات المرورية لتحقيق السلامة والأمان على كافة الطرق. كما تستهدف وزارة الداخلية الأطفال بهذه التوعية عبر المدينة المرورية للأطفال، والتي تنتقل إلى المدارس وتقدم وبشكل مبسط وعملي للأطفال القواعد والإرشادات المرورية، والتي تغرس لديهم قيم الانضباط والالتزام المروري منذ الصغر. كل هذه الجهود وهذا التطوير من منطلق أهمية احترام قواعد المرور وتنمية الثقافة المرورية بين قائدي المركبات، لذا تستمر وزارة الداخلية في خططها التوعوية والميدانية لضمان توفير بيئة آمنة للقيادة على كافة الطرق للوقاية من الحوادث وضمان الحفاظ على سلامة مرتادي الطرق، فالمسؤولية مشتركة بين الجميع. إذا مشاهدينا، هناك تطوير مستمر للخدمات الأمنية المقدمة للمواطن داخل الإدارات والمصالح المختلفة، مع الاهتمام بمراعاة حقوق الإنسان وتقديم خدمة متميزة للمواطن بسهولة ويسر. تقديم الخدمات الأمنية إلكترونيا عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، خدمات المرور، الجوازات والهجرة والجنسية والأحوال المدنية، تصريح العمل، الأدلة الجنائية، أيضا التقديم لأكاديمية الشرطة والمعاهد الشرطية، وتصريح زيارات أهالي نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. تقديم خدمات أمنية أخرى للمواطنين عن طريق السيارات المتنقلة في المدن الجديدة والمدن الحضرية والأماكن النائية، وتقديم خدمات أمنية لأبناء مصر بالخارج عن طريق شبكة الإنترنت وموقع وزارة الداخلية، وأيضا عن طريق السفارات ومأموريات من وزارة الداخلية والجوازات والأحوال المدنية وتصريح العمل. هناك الكثير من الخدمات الأمنية التي تقدمها وزارة الداخلية لأبنائها، أيضا تقديم خدمات متنوعة في المراكز التجارية، سلسلة المحلات التجارية الكبرى، وأيضا النوادي، سواء كان مرور أو أحوال مدنية. أيضا الاهتمام بمبادرة كلنا واحد لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة عن مسيلتها لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. سيادة اللواء مجدي سعد، مدير إدارة الإعلام والعلاقات وحقوق الإنسان بمديرية أمن الغربية سابقا، عايز أتكلم على الاهتمام أيضا بأن هذا التطوير لم يتوقف على ذلك فقط، ولكن امتد أيضا إلى تطوير المنظومة العقابية على نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وتقديم كافة أوجه الرعاية للنزلاء وأيضا لأسرهم. طبعا مفهوم المؤسسة العقابية اختلف منها من كونها سجون إلى دار أو أماكن إصلاح وتأهيل. وهنا هنضرب مثل أو أحد هذه المراكز المهمة اللي هو مركز وادي النطرون. وادي النطرون أصبح الآن دار إصلاح وتأهيل نموذجي بيضم 6 مراكز تأهيل بداخلها عنابر للتهوية وعنابر إقامة مريحة وعنابر تهوية وإضاءة سليمة، بالإضافة إلى قاعات طعام، إضافة إلى المستشفيات أو مركز صحي نموذجي بيضم 300 سرير و28 و4 غرف عمليات و28 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى مراكز طبية زي تحاليل وأشعاعات وبنك دم، 16 ماكينة غسيل كلوي على أعلى مستوى. هي مركز طبي نموذجي
قد لا يكون متواجد في أماكن كثيرة. إذن زي ما حضرتك تحدثت عن مراكز الإصلاح والتأهيل، هي مجهزة من أماكن الإقامة والإعاشة، وأيضا تطرقت إلى النواحي الصحية والتقديم العلاج، بل أيضا هناك عمليات جراحية صغرى وكبرى تجرى داخل مركز الإصلاح والتأهيل. عايز انتقل ايضا الى المهن، يعني ايضا النشاط المهني. يعني لو اتكلمنا عن النزيل دلوقتي، اصبح منهم من يمتهن مهنه والانشطه اللي بيقوم بيها داخل مركز الاصلاح والتاهيل. طبعا من ضمن الاماكن اللي هي بتوفر للنزلاء هذه الدور امتهان مهن يستطيعوا أن يتكسبوا منها العيش الشريف عقب قضاء فترة العقوبة. هناك مساحات منزرعة على مساحة كبيرة جدا وصوب زراعية، بالإضافة إلى ثروة حيوانية وداجنة بيتم تشغيل النزلاء هذه الدور في هذه الأماكن لتحقيق عوائد مادية يستطيع أن من خلالها ان هو يكون فرد منتج وقابل ان هو يقوم بالصرف على اسرته في الخارج. اضافه الى ذلك مناطق صناعيه ايضا عباره عن تسويق المنتجات ليهم بتاعتهم بقى. مناطق صناعيه زي ما قلنا تضم اساس خشبي واساس معدني. إضافة إلى ذلك يوجد منافذ لبيع منتجات هذه دور الإصلاح والتأهيل يتم من خلالها بيع منتجات هذه الدور للمواطنين، وتخصص دخل العائد الخاص بها للصرف على قاطني هذه أو نزلاء هذه الدور. مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون الجديد مركز متكامل بيضم 6 مراكز فرعية مصممة بالشكل الدائري الحاكم لتوفير وإتاحة تهوية متجددة وإنارة طبيعية على مدار اليوم للنزلاء، مع مراعاة المساحات المناسبة وفق المعايير الدولية سواء في العنابر أو أماكن التريض. كل مركز بيضم عنابر لإقامة النزلاء بأسلوب حضاري وإنساني، مزودة بشاشات عرض بتعرض برامج ثقافية ورياضية وترفيهية وتأهيلية لتصحيح المسار الفكري والسلوكي، وأماكن مخصصة لإقامة الشعائر الدينية بتمكن النزلاء من أداء العبادات وتعلمهم المبادئ السمحة للأديان، وأماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ورش للتأهيل وقاعات للطعام، وغرفة لتجديد الحبس الاحتياطي لجلسات المحاكمة تيسيراً عليهم، بالإضافة إلى مكتبة لتنمية المهارات الثقافية والفكرية، وفصول دراسية، وفصول المدرسة الفنية، وأماكن مخصصة تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم من الحرف اليدوية والمهارات الفنية زي الرسم والنحت والخزف، ومساحات داخلية للتريض وملاعب خارجية، إضافة إلى بعض الأماكن الخدمية الخاصة بكل مركز. واستعانت إدارة المركز بخبراء لوضع برامج لتنمية المواهب للنزلاء لتوظيف طاقتهم ووقتهم على أكمل وجه، بالإضافة إلى بروتوكول التعاون بين وزارة الداخلية المصرية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإنشاء مدارس تعليم فني صناعي وزراعي يقدر من خلالها النزلاء تعويض ما فاتهم من مراحل التعليم والبدء في مراحل تعليمية جديدة. كما تم إنشاء مراكز تدريب مهني بالتعاون مع وزارة الإسكان اللي بموجبها أعدت ورش سباكة وحدادة وكهرباء ودهانات وطاقة شمسية بتمنح النزلاء دورات تدريبية وبتخدم في ذات الوقت الجانب العملي للمدرسة الفنية الصناعية. مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون الجديد بيضم مركز خاص للنساء فيه جميع الخدمات، وحضانة للأطفال بهدف تمكين النزيلة الحاضنة من الاحتفاظ بطفلها الرضيع طوال فترة الرضاعة.
مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون الجديد مجهز بمستشفى مركزي لعلاج النزلاء بالاستعانة بأكبر الأطباء والاستشاريين وأطقم طبية حاصلة على أعلى تدريب. والمستشفى مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات بسعة 300 سرير و4 غرف عمليات بتشمل كل التخصصات، 28 سرير رعاية مركزة وغرف للعزل والطوارئ، غير الخدمات الطبية، صيدلية مركزية وقسم لمعامل التحاليل والأشعة وبنك الدم، ووحدة للغسيل الكلوي بتضم 16 ماكينة غسيل من أحدث الماكينات في العالم، و4 حضانات، بجانب العيادات المتخصصة والمجهزة على أعلى مستوى. ومن ضمن أقسام المستشفى المركزي مركز المشورة الخاص بمرضى الإيدز ومرضى الإدمان، تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من خلال بروتوكول تعاون طبي موقع بين وزارة الداخلية المصرية والمكتب. إعادة تأهيل النزلاء وتحضيرهم للدمج في المجتمع بعد قضاء مدة العقوبة بتبدأ من إحساسهم بأنهم أفراد منتجين بيساهموا في عمل له قيمة، بيوفر دخل بيتم تقديره حسب حجم مساهمتهم في العملية الإنتاجية يقدر يساعدهم بعد الإفراج عنهم. منطقة التأهيل والإنتاج بتضم منطقة زراعة مفتوحة وصوب زراعية، ومنطقة الثروة الحيوانية والداجنة لإنتاج اللحوم بأعلى معايير الجودة والاشتراطات الصحية، والورش الإنتاجية والمصانع يتم فيها توظيف الإنتاج من المنطقة الزراعية والثروة الحيوانية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء في المركز وتسويق الفائض لصالح النزلاء العاملين فيها. وبتضم المنطقة الصناعية مصنع الأثاث المعدني، ومصنع أثاث خشبي عالي الجودة مجهز بأحدث الآلات والمعدات. المنطقة الخارجية لمركز الإصلاح وإعادة التأهيل وادي النطرون فيها منافذ بيع للجمهور لبيع منتجات مراكز قطاع الحماية المجتمعية المختلفة، بيتم تخصيص عائد مبيعاتها لتحسين أحوال نزلاء القطاع بالكامل. تم تنظيم زيارة أسر النزلاء بشكل متطور من خلال حجزها عبر صفحة الوزارة على شبكة الإنترنت واختارهم بيها تيسيرا عليهم. وفي أيام الزيارة بيوصل أهل النزيل عند البوابات الخارجية المجهزة بساحة انتظار مغطاة بالكامل بخلايا شمسية، وبعد الخضوع لإجراءات التعقيم اللي مطبقة على جميع الزوار وفقا للإجراءات الصحية المتبعة، بيتم توصيلهم للمراكز بأوتوبيسات مخصصة للزوار كإجراء تنظيمي بيسرع عملية وصولهم ودخولهم ويخفف عليهم عناء الزيارة علشان يقابلوا ذويهم من النزلاء. وفي كمان أماكن مخصصة للقاءات عن بعد باستخدام التليفون والزيارات الشخصية حسب التصريحات الصادرة من النيابة العامة. المركز بيضم مجمع محاكم بيحتوي على 8 قاعات لجلسات المحاكمة منفصلة إداريا بسعة 100 فرد للقاعة الواحدة. مجمع المحاكم له مدخل خارجي للجمهور ومنفذ على المركز لنقل النزلاء لجلسات محاكمتهم بسهولة، وده بيوفر عناء النزلاء في نقلهم للمحاكم المختلفة. وعشان تكتمل المنظومة، إدارة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية بتستمر متابعتها ومساعدتها للنزيل وأسرته حتى بعد انتهاء مدة العقوبة. الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مش مجرد كلام، ده واقع عايشينه. مصر بتواكب الحداثة والتطور وبتنفذ رؤيتها بمنهج علمي وعمل مؤسسي بكل احترافية في كل نواحي الحياة. وزي مجهود كل مؤسسات الدولة توحدت عشان تحقق الحياة الكريمة لكل المصريين، مقيدو الحريات في مراكز الإصلاح والتأهيل برضو مصريين، وكل المصريين كرامتهم مصانة. مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون كل يوم بيأهل إنسان جديد. وزارة الداخلية لا تعمل فقط على
المحور الأمني أو الجنائي فقط لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار، ولكن أيضا هناك الأبعاد الإنسانية والاجتماعية التي تعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتنفيذا للمبادرات التي أمر بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف عن كاهل المواطنين. عايز أتكلم على المسؤولية المجتمعية لوزارة الداخلية واهتمامها بتقديم الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين أينما وجدوا. الحقيقة وزارة الداخلية بتقوم بالعديد من المبادرات تنفيذا لانتهاجات السيد رئيس الجمهورية، منها مبادرة كلنا واحد، ومبادرة حياة كريمة، ومبادرة جيل جديد. كلها مبادرات بتستهدف بها شرائح كتيرة من المجتمع لتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين، وده دور اجتماعي الحقيقة الوزارة بتقوم بيه يعني على أعلى مستوى ممكن يكون. لو استعرضنا الأمر ده هنبتدي بالمأموريات اللي بيتم إفادها. لو مسكنا من أول دور المسنين اللي بيتم إفادة المأموريات لدور المسنين لزيارة قاطني هذه الدور وتقديم مساعدات إنسانية لهم ومساعدات عينية واصطحاب قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرف العلاج اللازم لهم وإدخال الفرح والسرور لديهم. والحقيقة ده دور مهم قوي الوزارة بتقوم بيه. في كمان زيارة المرأة المعيلة في الأماكن الأكثر احتياجا، تقديم مساعدات عينية ومواد غذائية لقاطني هذه الأماكن، بالإضافة لمبادرة جيل جديد لأبناء المناطق الحضرية أو شباب المناطق الحضرية الجديدة اللي أقيمت على أنقاض العشوائيات زي ما احنا كلنا عارفين، وباصطحاب شباب هذه المناطق للعاصمة الإدارية الجديدة وإخبارهم وإطلاعهم على مستجدات اللي حدثت في خلال 7 سنوات، تحولت من صحراء إلى مدينة عالمية ذكية تضاهي المدن العالمية الكبيرة. سيادة اللواء مجدي سعد، يعني عندما نتحدث عن هذه المبادرات الإنسانية والمبادرات الاجتماعية والتي تقوم بتنفيذها طبعا وزارة الداخلية، لو كلمنا زي ما حضرتك أشرت إلى مبادرة كلنا واحد ونجاحها المستمر وتحقيق نجاحات أكثر وأكثر من خلال توفير ما يلزم المواطن، ليست فقط القوافل الطبية ولكن أيضا هناك المساعدات الإنسانية، هناك ما يحتاجه المواطن من شراء كافة السلع التي يحتاجها بأسعار مخفضة عن مثيلتها. طبعا في من ضمن مبادرة كلنا واحد التوجه إلى المناطق الحضرية الجديدة واصطحاب مواد غذائية ومساعدات عينية لقاطني هذه المناطق، وأيضا توزيع كوبونات عليهم لصرفها من منافذ أمان الخاصة بجهاز الشرطة لمساعدة أبناء هذه المناطق على حياة كريمة. يعني طبعا ده أحد الأدوار اللي الوزارة بتقوم بيها، بالإضافة إلى أدوار أخرى طبعا كثيرة متعددة. مدى أهمية توفر ما يحتاجه المواطن، يعني احنا كنا بنتكلم في هذه المبادرات أيضا وتوفير السلع الهامة، يعني احنا بنشوف هذه المبادرة أيضا بشكل مستمر على طول السنة، وخاصة لو في مناسبات، يعني مناسبات دينية، مناسبات سعيدة، دخول المدارس، مثل هذه المناسبات. طبعا كل المبادرات دي بتبقى على مدار العام وفي خلال المناسبات الدينية والوطنية والقومية، وبتبقى بشكل مستمر لإشعار هذه المناطق مدى اهتمام الدولة بيهم ورعايتها لهم. سيادة اللواء مجدي سعد، لو تحدثنا عن اهتمام الدولة بالمرأة بصفة عامة والمرأة المعيلة بصفة خاصة وتقديم كافة المساعدات والرعاية وأيضا المبادرات خاصة للمرأة والأسر الأولى بالرعاية. في ضوء مبادرات اللي الدولة بتقوم بها، مبادرة حياة كريمة وكلنا واحد، بيتم توجيه مأموريات للمناطق الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وتقديم مساعدات عينية ومواد غذائية للمرأة المعيلة
في هذه المناطق لمساعدتها على الحياة حياة كريمة باعتبارها عنصر أساسي ومهم في المجتمع المصري. إذا هناك تقديم مساعدات مادية وأيضا عينية مواد غذائية وأيضا مواد غذائية زي ما حضرتك أشرت، هي مبادرة حياة كريمة يعني اللي أمر بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحيث إن يبقى فعلا المواطن البسيط أو المواطن اللي هو محدود الدخل يقدر ان هو يعيش حياه كريمه يعني. ان يعيش حياه كريمه. طيب في اطار التواصل المجتمعي مع كافه فئات المجتمع المصري وتوجيه ايضا مأموريات لدور المسنين على مدار العام، عايز اتكلم على هذه المبادرات او هذه القوافل، لان في قوافل بتبقى في المناسبات السعيده، المناسبات الدينيه، وايضا في قوافل على مدار السنه بالنسبه لي دور المسنين وتقديم العلاج المجاني ايضا له. في ظل الاحتفال باليوم العالمي للمسنين واللي بيواكب الاول من اكتوبر من كل عام، بيتم توجيه مأموريات ليس في مثل هذا اليوم فقط ولكن في جميع المناسبات الدينيه والقوميه اللي بتمر بها البلاد لدور المسنين لتقديم هدايا عينيه ورمزيه لقاطني هذه الدور، واصطحاب قوافل طبيه لتوقيع كشف طبي عليهم وصرف العلاج اللازم لهم. وكذلك مأموريات بتتوجه للمستشفيات لزياره كبار السن وتقديم هدايا رمزيه من مرضى هذه المستشفيات لادخال الفرحه والسرور عليهم، لان هم بذلوا جهد في شبابهم. هذا الجهد بيتم تكريمهم في خلال هذه المرحله العمريه من عمرهم. طب مردود هذه المبادرات الإنسانية والاجتماعية على كبار السن؟ طبعا بتدخل الفرحة والسرور لديهم وبتشعرهم بمدى اهتمام الوطن بيهم، وأن الوطن لا ينساهم أبدا، وأن الدولة هم في القلب منها يعني. لو كلمنا أيضا عن حقوق الإنسان ومردود هذه المبادرات الإنسانية والاجتماعية واهتمام حقوق الإنسان بحقوق الإنسان في مصر من الطفل إلى كبار السن. طبعا في دور الأيتام، نتكلم لو سمحتي نتكلم عن دور الأيتام. مهم جدا طبعا. بيتم توجيه مأموريات لدور الأيتام وبالذات في الأعياد والمناسبات الدينية لإدخال الفرحة والسرور لدى قاطني هذه الدور واصطحابهم للأندية والفنادق الشرطة وتقديم هدايا عينية لهم واصطحابهم لشراء ملابس العيد الخاصة بهم. بتبقى كلها الحقيقة مظاهر فرحة وسرور لأطفال هذه الدور. واسمح لي كان لها تجربة شخصية، أنا بان عملي في حقوق الإنسان في مديرية أمن الغربية أقمت دورة رياضية بين أكثر من دور الأيتام، توزيع هدايا عينية على المشاركين في هذه الدورة، وكانت قد إيه كان يوم ناجح وكان يوم أدخل السرور على المشاركين فيه. كان لها مردود إيجابي طبعا جدا مردود إيجابي على كل المشاركين في هذا الأمر. هنتقل مع حضرتك إلى الخدمات الشرطية، ولما نيجي بنجد إن في كافة المنشآت في جزئية مهمة عايز أوضحها. الوزارة بتهتم دايما بأنها بتخصص أماكن في الأماكن الخدمية الخاصة بالشرطة لكبار السن. هو ده كان سؤالي فعلا. لكبار السن حتى يتم تلقيهم الخدمات الشرطية بيسر وسهولة. مدى أهمية ذلك لما بنجد في كافة المنشآت الشرطية إذا كانت في خدمة أمنية شرطية مقدمة لكبار السن سواء كان من الرجال أو السيدات، أهمية ده بالنسبة لكبار السن؟ طبعا ده يسهل أداء الخدمة الشرطية وبيشعرهم بالراحة وإن الخدمات بتقدم لهم بكل سهولة ويسر يعني. هذه التيسيرات أيضا بيبقى لها مردود، يعني لما نجي من كبار السن من رجال أو نساء اللي بيترددوا على الأماكن الشرطية مثلا استخراج أوراق رسمية بيبقى بيجدوا سهولة ويسر. عايز أتكلم على مردود ده، يعني مدى تأثيره الإيجابي عليه. إيجابي بالتأكيد على كل المتلقين لهذه الخدمات، وبيشعرهم بأن الوطن هم في القلب منه، وأنه لا ينساهم ويمهد لهم جميع خدماتهم بمنتهى السهولة واليسر. فرصة النهاردة أحكي وأتكلم عليها عن جمايل نفسي أرد حاجة فيها،
عاللي طول الوقت بتضلل علينا، دي اللي عاشت شايفة مستقبلها فينا. فرصة النهاردة أحكي وأتكلم عليها، عن جمايل نفسي أرد حاجة فيها، عاللي طول الوقت بتضلل علينا، دي اللي عاشت شايفة مستقبلها فينا. هي اللي وقت الشدة بتسند عليها، هي الأمان وقت لما تضيق عليا، هي اللي لما أفرح بشوف دنيا بعينيها، هي ببساطة كل حاجة حلوة فيا. دايما بخير يا ست الكل يا غالية، دايما بخير يا حضني ساعة الكل، دايما يا أمي ضحكتك بالدنيا، يا مصر يا أم انتي يا ست الكل. دايما بخير يا ست الكل يا غالية يا غالية، دايما بخير يا حضني ساعة الكل ساعة الكل، دايما يا أمي ضحكتك بالدنيا بالدنيا، يا مصر يا أم انتي يا ست الكل. أتوجه بخالص الشكر للسيد اللواء مجدي سعد مدير إدارة الإعلام والعلاقات وحقوق الإنسان بمديرية أمن الغربية سابقا. شكرا جزيلا. أنا اللي بشكر حضرتك، متشكر جدا، شكرا.